السلام عليكم اخواتي متتبعاتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير في اتم الصحه والعافيه. سواء كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار كما كتشوفوا بمناسبه عاشوراء، غادي نشارك معكم مملحات اللي ساهلين بعجينه وحده. خرجت منها 4 ديال الشكيلات اللي كيجيو رائعين لا في الشكل ولا في المذاق وبنكهات اللي هي مختلفه. نتمنى الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده، انا استعملت هاد النوعيه هذه. غادي نضيف عليها معلقه كبيره ديال الملح، معلقه ديال الثوم والبصل مجففين، ومعلقه ديال العطريه ديال الحوت. غادي نضيف كذلك 4 ديال المثلثات ديال الفرماج. غادي نضيف كاس ديال الزيت. غادي نحاول انني ندمج هذيك الزبده مع العطريه اللي حطيتها والفرماج. وغادي نضيف علبه ديال الياغورت طبيعي. الا ما متوفرش عندكم الياغورت طبيعي غادي ديروا كاس ديال الحليب. فهاد العجينه هذه راها بلا بيض، انا ما درتش فيها البيض. صافي غادي نبدا نجمع بالدقيق الابيض، وغادي ندير معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه. صافي غادي نبدا نجمع العجينه ديالي. كما كتشوفوا العجينه راه ما ندلكهاش، فقط كنجمعها كما كنجمعوا العجينه ديال الصابلي، وغادي نخليوها شويه خفيفه. كما كتشوفوا راها مازال كتلصق، غادي نكها من بعد عاد غادي نزيد نجمعها شويه ديال الدقيق. صافي بالنسبه للنوع الاول غادي نضيف له الجبن الاحمر اللي حكيته مع معلقه ديال الزعتر، وغادي نضيف الدقيق الابيض، وغادي نبدا نجمع العجينه ديالي. علاش قلت لكم خليو العجينه ديالكم تلصق؟ يعني غادي نوليو نزيدو نجمعوها ونضيفوا لها الدقيق. بالنسبه للنوع الثاني غادي نضيف لها معلقه كبيره ديال الهريسه الحاره ومعلقه ديال البابريكا، وغادي نزيد لها حتى هي الدقيق الابيض، لان الهريسه غادي تزيد تجري لي العجينه. وغادي نجمعها مزيان حتى تماسك. صافي وغادي نديرهم في واحد البلاستيك، وغادي ندخلهم للثلاجه على الاقل واحد الساعه. يعني انا بين ما جمعت الكوزينه ديالي قديت المسائل وكل شيء، عاد جبتهم خدمت بهم. بالنسبه للعجين اللي بقى لي فهذاك غادي من بعد غادي نخدمه، وغادي نضيف له النكهات ديالو. صافي غادي نجمع كل شيء في البلاستيك الغذائي، غادي ندخلهم للثلاجه، وعاد غادي نكمل التحضير. صافي من بعد ما فاتت واحد الساعه، هنايا ضروري تستعنوا بالورق نتاع الطبخ، رشوه مزيان بالدقيق. نتوما عارفين مع هاد الحراره والزبده وكلشي راه العجينه غادي تكون مطلوقه. داكشي علاش قلت لكم ديروها في الثلاجه. هذا الشكل الاول، يعني انا درت الورق ديال الطبخ ودرت واحد البلاستيكه من الفوق وبسطت العجين ديالي. وغادي نجيب الجراره. يعني انا هاد الجراره هذه راه فقستني في الاول، عكست نقلب على الجراره الاخرى، ولكن ملي شفتها كتقطع لي العجين فمشيت قلبت عليها. يعني هذه راها ما صالحاش، الا عندكم بحالها راه ما صالحاش الخدمه. فغادي نقطعها على اشكال طوليه بهذا الشكل هذا، اشكال اصابع. وغادي نجيب بياض البيض، وغادي ندهن لها الوجه ديالها ببياض البيض، وغادي نرشها القلياطه. حنا كنقولوا لها القلياطه، ولكن هنا التحميره الحاره والبافو. حنا كنقولوا لها القلياطه، ما عرفتش صراحه بقيه فشنو كيقولوا لها. حنا كنقولوا القلياطه، هي كنديروها مع كران. صافي غادي ندخل لاطه ديالي طيب على نار اللي هي مهيله. انا طيبتها على 180 درجه. بالنسبه للعجين الثاني حتى هو غادي نبسطو بنفس الطريقه. فالاشكال نتوما ديروا اللي بغيتو ديروا المراشم، بغيتو تستعنوا غير بالقطاعه اللي بغيتو. صافي هنا غادي نجيب هاد القطاعه هذه على شكل ورده، وغادي نقطع العجين ديالي كامل، وغادي ندهن ببياض البيض، وغادي نجيب الزراره. عندي زريعه
ديال القرعه والزريعه العاديه هما اللي غادي نلصقهم في الوجه. ضروري ديروا بيض البيض باش يتلصق لكم الزريعه من الفوق وما تطيرش صافي. وبنفس الطريقه غادي ندخلها حتى هي الفران طيب على نار اللي هي مهيله حتى يتقرمشوا لي. نحاول انني نضغط شويه مع البياض ديال البيض فراه غادي تلصق، متخافوش منها. بالنسبه للشكل الرابع فحتى هو غادي نقطعه على شكل مربعات، وغادي ندهن بالبياض ديال البيض وغادي نلصق حبه ديال اللوز. الشكل الاخير هذا درتو على شكل اصابع هكا، ورشيت القلياطه والبافو ودهنتهم بالبياض ديال البيض، وغادي ندخلهم للمجمد حتى يشدوا راسهم يبردوا مزيان تقريبا واحد ربع ساعه ولا. وغادي نقطعوهم بهذا الشكل، هذا الشكل ديال الفقيقصات، الشكل ديال الفقاص بشكل مائل. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا كاملين. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو. هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات اللي حضرت معكم. راهم ساهلين ماهلين وكيخرجوا كميه لا باس بها. الا بغيتوا كميه اللي كثيره غادي تدوبلوا المقادير. نتمنى الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. لاول مره تشوف القناه ديالي كلها اشتركي وضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. والى اللقاء مع فيديو اخر.